ما يمكنش واحد الحكومة الشعب عطاها الحب واللب ديالو وعطاها الأغلبية في 25 نوفمبر 2011 وتجي بجرة قلم وتقول غادي نحيدها ونجي في بلاصتها. علاش بالسلامة؟ شكون تكون السي؟ شكون تكون؟ شكون انت؟ هل أصابك الغرور؟ هل لأنك استطعت أن تتسلق الدرجات بسرعة في بعض المواقع التي كانت فيها ظروف معينة تعتقد أن الشعب المغربي أصبح في مستوى حزب محدد أو نقابة صغيرة؟ هذا المغرب وما أدراك ما المغرب. ولهذا ما نعيشه اليوم أيها الأخوة الكرام هو رجوع للديمقراطية الحقيقية. ما غيبقاش عندنا معارضة تعارض الدولة، أصبحت عندنا معارضة تعارض الحكومة. ولا بأس أن تبدأ ب6 أو 7,000 وتستعين ببعض المتظاهرين الغير الطبيعيين، لا بأس. ولكن بين 6,000 و7,000 وبين الملايين اللي كيضمنوا الأغلبية كاين فرق كبير، كاين فرق كبير. حزب العدالة والتنمية صوت عليه 1,081,000 باش ترأس الحكومة، والنهار اللي تجمع هذا الرقم وتكون متأكد تجمعه بلا بلطجية، لأنه تقدر تجمع البلطجية في شي دائرة قد ديال مولاي يعقوب، ولكن صعيب باش دير البلطجية في المغرب كامل، ولن يسمح لك. وإذا فعلت فأنت تهدد أمن الوطن واستقراره، وهو لن يسمح لك بذلك. إذن حنا كيخصنا تكون الأمور ديالنا واضحة. حزب العدالة والتنمية ما جاش باش يرد على البلطجية بالبلطجية. كنهني الإخوان ديال مولاي يعقوب اللي بقاو مسالمين. فقدنا مقعد صحيح، فقدنا مقعد، ولكن لو كان فقدناه بطريقة قانونية وسلمية وأخلاقية والله تنهنيو الناس اللي داو يكونوا شكون ما كانوا. لكن الطريقة باش داوه نقول لكم لا هنيئا لكم، لا هنيئا لكم، لأنكم عملتي واحد العدد ديال الأمور اللي ما هياش أخلاقية من الناحية السياسية. لما مشيتي وجبتي مرشح داز على 3 ولا 4 الأحزاب، لما استعملتي البلطجة والأموال، وريونا غير صورة ديال الاجتماع ديال الأمين العام ديالكم نشوفوا شحال حضر لكم ديال الناس، ولا خايفين لا تكشفوا تعرف الحقيقة ديالكم. واستعملتي البلطجة، وربما بعض الجهات تركتكم تفعلون مع الأسف الشديد، ولكن حنا ما غنديوهاش في هذا الشيء كامل. حنا ما جيناش باش نمارسوا السياسة على أساس غنبداو نتعاضدوا على شي حاجة فريسة، لا، جينا باش نأسسوا المبادئ ونثبتوها اللي أسسوها السابقين، اللي كانوا في الحركة الوطنية، اللي كانوا في الأحزاب الوطنية، اللي ساندوا هاد المبادئ، اللي بغاو مستقبل مشرق للمغرب. جينا باش نعملوا اللبنة ديالنا فيها. حنا غنخدموا في إطار السلم، ما غنشوشوش على الناس في التجمعات ديالهم. لا مشى شي واحد يدير تظاهرة يديرها فين ما وصل دراعو الله يعاونو بصحته. هذيك هي الانتخابات. حنا نجحنا ولا قدر الله شي نهار نفشلوا ماشي عيب، نعاود نرجعوا نعاود نكونوا نفوسنا ونشوفوا شنو هي الاخطاء ديالنا ونعاود نرجعوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن باش نعملوا البلطجه، باش نبداو نجيبوا مرتزقه الانتخابات، باش نبداو نستعملوا المال، باش ندخلوا في تحالفات مع بعض الاشخاص المشبوهين والمعروفين والذين فاحت رائحتهم، هذا لن نفعله ابدا. سوف نبقى نرفع مبادئ القيم والاخلاق، وهي قوتنا، وهي المحك، وهي الامتحان الذي نمر منه كل يوم في هذا المجتمع. وبسببها مرت حوالي 2 ولم يستطع إلى حد الآن أحد أن يقنع الشعب المغربي رغم القرارات الصعبة التي اتخذناها بأننا لا نصلح، إننا ما نزال صالحين وما نزال نقرر الإصلاح. هذا هو الإخوان الكرام.